حلقتنا النهارده هتكلم فيها عن النجم المصري محمد رمضان وموازين برضه. اهلا بكم في حلقه جديده من مواقف مع عاطف. هتكلم عن محمد رمضان في موازين. محمد رمضان بحب المغرب، وانا بعتبره ان هو فنان موهوب وذكي وطموح. الثلاث صفات دي بلاقيها في محمد رمضان. محمد رمضان اول ما وصل المغرب راح زار قبر الملك الحسن الثاني. شوفوا ذكائه، مش راح بقى ينام في الاوتيل او يريح شويه او بتاع، لا، خد نفسه وخد المجموعه اللي معاه وراحوا يزوروا القبر بتاع الملك الحسن الثاني. نيجي نتكلم عن الندوه الصحفيه في موازين لمحمد رمضان. محمد رمضان استقبل الناس حلو قوي، كان دخل بابتسامه، رد على كل الاسئله. حتى انا سالته عن ليه مشروعه بتاع احمد زكي كمسلسل وقف، لان الكلام اللي قاله لي كاتب السيناريو الكبير بشير الديك اللي كان هيكتب والذي كان مكلف بكتابه مسلسل احمد زكي، رد عليا محمد رمضان قال لي يا عاطف والله انا كان نفسي اعمله، ولكن حياته الخاصه ما كناش عارفين، يعني ممكن تضايق حد او مش لاقيين حد نقول له اوكي او لا نقدم حياته ولا لا، لان كل حياه فيها ايجابيات وفيها سلبيات. ودايما الفنانين لما بيقدموا مسلسل او فيلم عن قصه حياه فنان بتلاقي بعض الاعتراض. فهو قال اجل الدراما بشكل عام، وحتى قال لي عادل امام قدم كام مسلسل دراما وكام فيلم، الافلام اكتر. وراح برضه ضرب لي مثل باخر، فلان الفلاني قدم كم دراما وكم، وكلامه كان محق فيه، لان محمد رمضان من الشخصيات اللي بتفكر قبل ما تبدا. يعني بيقول لي ايه حتى في المؤتمر، يقول لي انا دماغي دلوقتي ان انا اغني وابقى نجم في افريقيا، انا نجم في مصر وفي الوطن العربي، عايز بقى انحى منحى جديد لاكون نجم في افريقيا، اخد الايقاعات الافريقيه، اغني ايقاعات افريقيه، اشارك نجوم افارقه في الغنى وهكذا. يعني هو بيفكر صح. وعلى فكره محمد رمضان بيستعد انه يصور فيلم مهم جدا 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 اسمه اسد، تاليف واخراج محمد دياب، وهو يعني مقتنع تماما بانه هو الايام دي عايز يركز على السينما. نيجي لموقف تاني لمحمد رمضان عجبني برضو قوي فيه. يوم موازين وحفلته حصل ظروف وفاة والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فاعتذر ونشر على الفيسبوك اعتذار انه مش هيقدر يغني نظرا للحداد. بعدها ساعتين وبعد ما قال للفرقة خلاص و لقيته نزل اعلان انه هو هيغني. جاله امر قال له لا اغني، اسعد الناس اللي هي كانت عامله حساب ان هي تسمعك وجات واشترت تذاكر عشانك. وفعلا عمل الحفله. بعد ما عمل الحفله تاني يوم انا رجعت وانا في المطار في الصالون بتاع الخطوط المغربيه، لقيت بعد ما انا دخلت كده بشرب قهوه بالليل، لقيت محمد رمضان داخل هو واخوه. اهلا اهلا، قعدت واتكلمت معاه وعملت معاه حوار. تعالوا شوفوا محمد رمضان بيقول ايه في الحوار ده. لو نسبة الدراما تخطت نسبة السينما يتحول النجم إلى نجم درامي، نجم في الدراما، وأنا في البداية نجم سينما. ومنتجين الدراما تهافتوا عليا وبدأوا يعرضوا عليا شغل بعد نجاحاتي السينمائية، ولكن الدراما سحبتني. نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله في مواقف مع عاطف، وحلقة متميزة وهتكون مختلفة وهتحسوا فيها بجديد فعلا.